بعد التصريحات اللي طلعت من النادي الاهلي الفترة الاخيرة انه هيتم تدعيم الفريق من اللعيبة اللي عقودهم هتخلص في يناير، الدنيا اتقلبت وشكلنا كده على موعد مع ميركاتو تاريخي للنادي الاهلي في يناير الجاي. واستنى علشان نشوف شكل النادي الاهلي بعد التدعيمات بالصفقات اللي بيتفاوض معاها. بس سيبك من ده كله، في حاجة محدش واخد باله منها باذن الله هتحصل في يناير الجاي، ان الاهلي ممكن يدي قلم للمنافس بتاعه هو الزمالك، ويدي قلم تاني للمنافس التاني بتاعك هو بيراميدز، ويدي قلم تالت للمنافس اللي بيكرهك ومش بيرضى يديك لعيبه او صفقات وهو نادي فيوتشر. كنت قلت لك في فيديو قديم عن الست لعيبه اللي عقودهم هتخلص في يناير الجاي. طب تعالى كده نقولهم تاني. اول واحد احمد فتوح لاعب نادي الزمالك، تاني واحد اسامه جلال لاعب نادي بيراميدز، والتالت محمد حمدي لاعب نادي بيراميدز، والرابع وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز، والخامس عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر. وكده كده احمد حجازي عقده خلصان مع الاتحاد السعودي، او يعني هيتم الاستغناء عنه خلاص. كده اللعيبه اللي انت محتاجها فعلا من الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، وكده هيبقى القلم ثلاثي. والمشكله بقى ان اللعيبه دي هتيجي ببلاش، يعني الحرقان هيوصل للركب. طيب ايه المراكز اللي الاهلي هيستهدفها في يناير الجاي؟ تعالى كده اقول لك على 5 مراكز الاهلي عاوز يدعم فيهم، بس هو مش هيدعم الا في 3 مراكز فقط في يناير ده، والمركزين التانيين هيستنى عليهم لاخر الموسم. اول مركز الاهلي عاوز يدعم فيه وهو مركز الباك ليفت. هنعاني في المركز ده اول فتره الجايه، وخصوصا ان النادي الاهلي دخل على بطولتين مهمين زي كاس العالم للانديه وبطوله السوبر ليج، والبطولتين صعبين قوي. هتخلص الاتنين دول هتلاقي نفسك في نهائيات افريقيا والدوري والكاس وليله كبيره. طيب ليه بقى صفقات يناير مهمه؟ لان انت هتخلي اللعيبه اللي ملهاش بديل دلوقتي تركز على بطولتين وهم السوبر ليج وكاس العالم، ويطلعوا كل اللي عندهم في البطولتين دول على ما يجي يناير، وتبدا تدعم وتريح اللعيبه اللي هتبقى مرهقه علشان التدعيمات تكمل معاك بقى في بطولة افريقيا. في مركز الباك ليفت انت قدامك صفقتين بالنسبة لي هم اهم لاعيبة مصرية في المركز ده دلوقتي، قدامك فتوح وقدامك محمد حمدي. الاهلي بنسبة 80% بيقترب من فتوح، نفس اللي حصل مع امام عاشور بيحصل دلوقتي مع فتوح، وانه عمره ما هيروح النادي الاهلي وكل الكلام اللي سمعناه قبل ما امام يجي النادي الاهلي ده. بس باذن الله بنسبة 80% انا بقول لك فتوح في النادي الاهلي. طيب ايه المميزات اللي هيقدمها فتوح لو جه؟ سواء لعبت بمعلول او فتوح فالاتنين هيدوك نفس الاداء، ودي حاجه كنا بنعاني منها، ان معلول لو مش موجود يبقى قوه الفريق في الجبهه الشمال مش موجوده. بس مع فتوح الوضع هيتغير. فتوح مميز قوي في العرضيات برضو زي علي معلول، وغير العرضيات فهو مهاريا مش محتاج اكلمك عليه، في المباريات الكبيره كلنا بنشوفه وبيعمل كباري وبيلعب بمزاجه مش همه، والنوعيه دي مش هتلاقيها كتير، دي نوعيه حسام غالي واللعيبه الكبيره دي. فتوح دفاعيا اعلى من علي معلول سواء في 1 على 1 او في التغطيه العكسيه، لاعب سريع ومهاري، وشفنا انه بيقدر يخش في العمق ويشوط وبيجيب اجوال. طيب كده احنا جبنا اول مركز محتاجينه في يناير الجاي. تاني مركز وهو الباك رايت، شايفها صفقة عالمية وما تقلش اهمية عن فتوح، وهو عمر كمال عبد الواحد، لاعب استوى قوي في المكان ده على الاخر. وبصراحة كيروش طلع لينا 2 لعيبة قبل ما يمشي، 2 لعيبة كبار قوي، اول واحد عبد المنعم وتاني واحد عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال انا قلت عليه انه نسخة من علي معلول، لاعب عنده العرضيات بتاعته دقيقة قوي، لاعب سريع وبيشكل جبهة مع الجناح اللي بيلعب معاه. وتخيل معايا كده يكون معاك جبهتين، واحدة فيها الشحات ومعلول والتانية فيها بيرسي تاو وعمر كمال. انا شايف ان النادي الاهلي اقرب للتكامل الميركاتو الجاي ده. مميزات عمر كمال انه سريع، هو عنده 30 سنة بس لسه بكامل لياقته، لاعب اتطور بشكل ملحوظ قوي في الجانب الدفاعي، يعني انت مش جايبه علشان لاعب هجومي وبس. مميزات الصفقات اللي بقولها لك دي مش بس هتيجي تعمل اضافة في الفريق، لا ده كلهم اساسا جايين ببلاش، انت يا دوبك هتدفع رواتبهم فقط. يعني انت لو كنت هتشتري لاعب في يناير من ناديه كنت هتدفع قد ال3 صفقات اللي هقولهم لك دول، اللي هو فتوح وعمر كمال والتالت بتاعهم اسامه جلال. وده بياخدنا بقى لتالت مركز الاهلي هيدعم فيه، وهو مركز قلب الدفاع. اسامه جلال انت كنت عاوزه المواسم اللي فاتت، وبيراميدز كانت بتقول لك هنبيعه ب3 مليون دولار، انت هتاخده ببلاش وهتبقى ضربه كبيره قوي. اسامه جلال لاعب هادي لسه صغير في السن، لاعب كورته حلوه، هو عنده عيب واحد انه في الكور العاليه مش افضل حاجه، بس اللاعب ده فنيا وتكتيكيا عالي قوي، ولاعب مش بيفقد الكوره كتير، والميزه زي ما قلت لك لسه صغير في السن وببلاش. في مركزين تانيين قلت لك الاهلي عاوز يدعم فيهم، بس هيصبر شويه لاخر الموسم علشان ياخد فيهم قرار. اول مركز ومحدش واخد باله منه كتير وهو مركز صانع الالعاب. الاهلي بيفكر في تدعيم المركز ده بس لو لقى لاعب كويس. كمان المركز اللي الاهلي عاوز يدعم فيه وهو مركز راس الحربه، ده في حال فشل موديست انه يقنع جمهور النادي الاهلي والمدرب.
وكلنا عارفين ان موديست مضى موسم والموسم التاني هيبقى على حسب ادائه، يعني لو وحش هيمشي مع نهايه الموسم ده، فالاهلي على طول هيبقى معاه بديل علشان لو موديست ما عملش اداء كويس. طيب تعالى بقى نشوف تشكيل النادي الاهلي بعد الصفقات الجديده. الشناوي طبعا في حراسه المرمى، قلبين دفاع هيبقى محمد عبد المنعم واسامه جلال، في اليمين هيبقى عمر كمال عبد الواحد، على الشمال هيبقى علي معلول. في نص الملعب بقى، وانا طبعا مقتنع باللي انا بقوله دوت، ان اكرم توفيق في نص الملعب هيبقى حاجه تانية خالص، يعني في مركز 6 هلاعب اكرم توفيق، قدامه هيبقى امام عاشور وجنبه اليو ديانج، والثلاثي الهجومي بيرسي تاو والشحات وموديست. شايفها تشكيله مثاليه لو موديست جاب مستواه، حرفيا انت هتكون بتهاجم من كل حته في الملعب، جبهه يمنى وجبهه يسرى من الوسط وكور ثابته، يعني كل الاسلحه معاك. اخيرا بقى عاوزك تقدر التعب وتعمل لايك للفيديو، مش هتخسر حاجه، واشتراك في القناه وتفعل زر الاشعارات. واخيرا بقى ما تنساش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.